السلام عليكم. هو ربنا يوعدنا ويوعدكم يا رب بزيارة بيته، ونكون السنة الجاية جميعا كده على عرفات يا رب. هي يا جماعة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث بما معناه إن من حج ولم يفسق ولم يرفث يرجع كيوم ولدته أمه. حقيقة. لكن بيرجع كيوم ولدته أمه من ذنوبه اللي ما بينه وما بين ربنا، لازم تفصله. ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر الذنوب اللي ما بين العبد وما بين ربنا. يعني انا مثلا والعياذ بالله شربت خمره، زنيت، ما صليتش، ما صمتش، كل دي حاجات ربنا سبحانه وتعالى بيغفرها. اللي ما بيني وما بين العباد ربنا ملوش دخل بيها، ما بيغفرهاش، ما بيسامحش في حق العبد. يعني انا اغتبت حد، سرقت حد، كلت مال حد، كلت ورث حد، ضربت حد، ظلمت حد، كل ده ربنا ما بيغفرهوش بالحج، لان حق العباد لازم العبد يسامح فيه، يا اما ربنا يقتص منه، لكن ربنا ما بيغفرهوش. عشان تبقوا فاهمين القصه ماشيه ازاي. يرجع كيوم ولدته امه من ذنوبه هو اللي ما بينه وبين ربنا. الذنوب اللي ما بينه وما بين العباد لازم ربنا يقتص منها في الاخره، يا اما العبد يسامحه. ملهاش حل تاني. ربنا يتقبل منا ومنكم، كل سنه وانتم طيبين، ويتوب علينا ربنا.